كي نقولوا البوراك نقولوا رمضان. ايما لا جبت لكم بوراك العجين او بديل البوراك كل واحد كيفاه يسميه ليحضر في رمشة عين بعجينه ما تحتاجش من با انها ترتاح. هذا البوراك يجي مشخشخ ويقطر بالبنه، مكونات سهله وبسيطه وبنتو واش نحكي لكم كميه كبيره. في مقله على نار متوسطه نحط فيها شويه تاع الزيت، وكنت قطعت بصله قطع صغيره ومعها الزيتون الاخضر مقطع اللي بدلت ليه الماء عدة مرات، نقليهم مع بعضهم حتى تذبل لي البصله، ونزيد كميه تاع لا فيونداشي ولا بولي اشي ديروا واش تحبوا. والتوابل نستعمل ملح وفلفل اسود ونخليهم يتقلوا لي مليح. ومن بعد نزيد مغرف كبيره من الفرomاج ناتور، شويه فرماج رابي نخليهم شويه على النار حتى يذوبوا شويه ونطفي عليهم. ودرك نروح نوجد العجينه اللي نحتاج فيها كاس تاع الحليب ونص كاس تاع زبده ذايبه وشويه تاع الملح، ونلم بالفرينه حتى نتحصل على العجينه اللي تكون متماسكه. كما تشوفوا القوام كيفاه يكون، تجي تشبه للعجينه تاع القريوش. نقسمها ونبدا نحلها بالحلال، تكون سمك رقيق خلاص. كل ما ديروها رقيقه رايح يكون افضل به ما تجيكمش معجنه. نقطع الزوائد في الاطراف ومن بعد نحط الحشو ونغلق الجوانب تاعها ونرولها بهذه الطريقه دوره ونص به ما تجيكمش خشينه، ونغلقها بالاصابع مليح به ما تتحلش كي نطيبها. هنا من بعد ما كملت العجين تاعي، شوفوا الكميه ربي بارك. اذا حبيتوا تجربوه يعني ما تعملوش كميه كبيره، شوفوا اذا عجبكم ولا لا. انا متاكده انه راح يعجبكم لانه ما يشربش خلاص الزيت. يعني ديروا غير بكيل صغير، فنجان تاع قهوه ولا تاي هكا به ما تخسروش السلعه. ودركا نبدا نقلي فيهم في زيت يكون سخون مليح والنار تكون متوسطه، ونرمي عليهم الزيت بالمغرف باه يجوني فيهم هذوك الفقاعات، وكيولي اللون تاعهم ذهبي نقلبهم خليهم يطيبوا للجهه الاخرى، ومن بعد نحيهم نقدمهم مع القارص اكيد. وهكا نتحصلوا على ابن بديل البوراك اللي تنوعوا به طبلتكم في هذا الشهر الفاضل. شوفوا لي التشخشيخ كيفاه يكون من داخل. نقول لكم غير جربوه متاكده يعجبكم، ونقول لكم باي باي، تهلاو في رواحكم وصحه افطاركم وسحوركم.